الفكرة مش بالكبير، الفكرة بالتأثير. ليه مثلا ماكدونالدز ما يبيعش مكرونة؟ ليه ما يدخلش فراخ مشوية؟ الجماعة الغرب شاطرين جدا في الإدارة، ما بيعتمدوش على العنصر البشري كعنصر مدير. الثقافة الشرقية في الإدارة بتتعلم كل حاجة من الغرب إلا الحاجات الصح. فاحنا شاطرين في إيه؟ في البهرجة. عارف شارع 90 الرئيسي؟ الحسين الشمالي ولا الجنوبي؟ الجنوبي. الجنوبي. في هناك مبنى تجاري كده الايجار اللي هو الدورين، ده 4 ادوار، 2 مليون جنيه ايجاره في الشهر 2 مليون. ايه رايك؟ ايه رايي ايه يعني؟ مش في شويه مستثمرين كده معايا هم مقتنعين جدا بالفكره بتاعتي، اللي هي بقى مطعم يبقى فانسي كده، كراسي واو، ترابيزات اللي هي بتنزل وتطلع دي كده بالهيدروليك، وحد يشيل العملاء يدخلهم حد يغسل لهم ايديهم، دي حمامات كلها دهب. انت هتدفع ايجار في الشهر 2 مليون. مش انا بس بقى، انا والشركاء. انت عارف المفروض نسبه الايجار تبقى كام من نسبه الدخل؟ مش عارف، بس ده هيبقى اكبر مطعم بيتزا في التجمع كلها. هيبقى اكبر من بيتزا هات. ده كشك قد كده اهو في بنزينه. الفكره مش بالكبير، الفكره بالتاثير. ده كام على المبنى؟ على المبنى بالظبط كده. ايجاره بس 2 مليون بالظبط، وهتحط عليهم كمان مليون رانينج كوست. يعني ايه؟ شويه موظفين بقى، على كهرباء، على ميه. يعني انت عندك في الشهر كام؟ 3 مليون. يعني في ال10 شهور كام؟ 30 مليون. يعني 36 مليون فين؟ في السنه. ده رانينج كوست بس في مبنى 4 ادوار هتعمل فيه مطعم كبير. معرفش البيتزا ايه ال4 ادوار. الثقافه الشرقيه في الاداره بتتعلم كل حاجه من الغرب الا الحاجات الصح. ده اكل في الاول وفي الاخر. انت لما الانسان هيجوع هيقرر يا اما يجي لك المبنى ال4 ادوار، او يروح ماكدونالدز، او يروح KFC، او يروح بيتزا هات. اول حاجه لازم تاخد بالك منها حاجه اسمها الافيلابيلتي. انت النهارده هتعمل المبنى ده ال4 ادوار، هتعمله فين؟ في التجمع في شارع 90 بتكلفه تقريبا تقديريه في السنه مصاريف، ده غير طبعا التشطيب والتصميم والكلام ده كله. هتصرف عليه مش اقل من 10 مليون بس عشان تعمل الايه الفانسي والحاجات الايه، تمام؟ عشان بقى المطعم ده يدخل لك كام؟ اكيد ملايين كتير يعني. لا، انت اول حاجه عايزه يدخلها لك الهيبه، ان انا بقيت فخم، انا بقيت فخم وسط الناس طب ايوه، هتدخل فلوس قد ايه؟ انت كم مطعم شفته بس كان مطعم ومسيطر وكبير في المنطقه عندكم ومفيش منه؟ دلوقتي مش موجود ومحدش يسمع عنه حاجه خالص. ليه بقى؟ الجماعه الغرب شاطرين جدا في الاداره، ما بيعتمدوش على العنصر البشري كعنصر مدير. انا عايز اقول لك ان اجدع مطعم حضرتك شايفه دلوقتي والناس مش عارف عماله تعمل ايه ومباني كبيره وفخمه قايم على ايه في الاخر؟ على شويه اكل. مين بقى اللي بيعمل شويه الاكل دي؟ شويه شيفات. يعني شويه الشيفات دول لو عطلوا انت عطلت. ماكدونالدز مثلا وفي KFC كل حاجه الانجريدينتس او الريسبي بتاعت الساندوتش وبتاعت البرجر مفيش انسان بيتدخل، هو بتجيلهم كل حاجه. الولد كل اللي بيعمله ايه؟ بيشيل البرجر يحطه على الجريل، يحط البطاطس في النار عند تايم معين، يشيلها يحطها في الساندوتش، يحط الكاتشب، قفل الوجبه. فاصبح سيستم محسوب. عمرك ما فكرت ليه مثلا ماكدونالدز ما يبيعش مكرونه؟ ليه ما يدخلش فراخ مشويه؟ بس ممكن عشان هو متخصص في البرجر بس. غير ان هو متخصص، الناس دول بيشوفوا حاجه اسمها البيزنس كاباسيتي او السعه الانتاجيه للمكان بتاعي ده. هو النهارده المكان اللي حضرتك هتكلفه 50 مليون في السنه ده ال4 ادوار، يجي مكان ماكدونالدز تشطبه وتعمله ب 10 مليون ومصاريفه في الشهر. انت هتصرف في الشهر هنا اتفقنا على كام؟ مش اقل من 3 4 مليون. هو هيصرف كل شهر 400 500 الف. ماكدونالدز وفي الاخر هتلاقيه بيبيع تقريبا الراوند اللي انت بتبيعه. مش بس كده، ده احنا قلنا من شويه الافيلابيلتي. اهم حاجه في البيزنس الافيلابيلتي. النهارده لما حضرتك تيجي تعمل المطعم الفخم اللي مفيش منه خالص ال4 ادوار الكبير ده، الباور اوف دوبليكيشن، قوه التكرار. انت النهارده ماكدونالدز بالموديل بتاع ماكدونالدز وبيتزا هات وKFC، ما نتعلم منهم بقى شويه الحاجه الكويسه. يقدر يعمل منه كم مطعم في التجمع، يقدر يعمل في البنزينه، ويقدر يعمل في المول، ويقدر يعمل على الطريق، ويقدر يعمل في اي حته. فانت بتكفر منطقه محيطها 2 3 كيلو بفرع واحد اللي هو ال4 ادوار. هو بيعمل ايه؟ هو بيكفر منطقه 10 كيلو ب10 فروع بنفس تكلفه الفرع الواحد بتاعك، مع العلم انه بيدخل تقريبا 10x الارقام اللي انت بتدخلها. مع العلم ان عشان كده هو باقي. عشان كده انا كعميل اول ما بجوع اول حاجه عندي السرعه، انا عايز اكل بسرعه. فهيبقى المطعم بتاعك مطعم اجازات، مطعم فسحه، انا هاجي اتفسح في المطعم ده. انما لما اجي اكل بقى بجد انا هروح اكل برجر بسرعه كده. مش بتشوف وارن بافيت وبيل جيتس ومش عارف كل واقفين في ماكدونالدز يابا مفيش وقت للبهرجه والهبل اللي انتوا بتعملوه ده. فاحنا شاطرين في ايه؟ في البهرجه. طب ادي لي بقى البيزنس موديل، انا اعرف ادوبليكيت ده في كام بلد. اقدر اطلع بالمطعم ال4 ادوار وال5 ادوار والفخامه والكلام ده، اقدر اطلع بيه اوروبا، اقدر اطلع بيه امريكا، اقدر اطلع بيه زي ماكدونالدز كده ما عنده فوق ال 40,000 فرع على مستوى العالم. يبقى ده حاجه داعم للاقتصاد، ولا احاول اعمل على قد ما اقدر بيزنس موديل صغير بسيط بس هيوج في الانكم؟
بيج انكم. شوف انت، شوف كي اف سي وانتشارها، شوف ماكدونالدز، شوف الناس دول بيفكروا ازاي. اقرب فرع ليك في ماكدونالدز لا يتعدى الكيلو او ال2 كيلو. طب لو انا رحت البيت اللي في الحته هعدي الطريق بس هلاقي فرع تاني في البنزين. وانت لو رحت المعادي بيتك هتلاقي لدرجه ان قدروا ينزلوا بمنتج امريكي للمناطق الشعبيه. انت بقى المطعم ال4 ادوار ده تعرف تفتحه في عين شمس، تعرف تفتحه في المطريه، تعرف تفتحه مع الناس اللي فعلا بتدفع، اللي هم 70% من الشعب بتاعك، اللي لو كسبت من كل يوم من 1 جنيه هتكسب 70 مليون جنيه كل يوم. تقدر تعمل ده في المطعم ال4 ادوار. فالقصه مش بالكبير، القصه في التاثير. وعندك نماذج كتير جدا برضو، خلينا نتكلم على الحلو. عندك نماذج كتير عملت الموضوع ده. عندك بافلو برجر، عندك مثلا فرايد تشيكن اللي هي بقى حاجات زي بازوكا ومش عارف وزاكس هارت اتاك وحاجات جميله كده صغيره. بش. انسى خالص البهرجه وركز ان انت تطلع اعلى انكم من الايه، من المشروع وهو صغير، عشان كل ما كان صغير كل ما بقى سهل اللي هو ينتشر. فهمت حاجه؟ هغير فكره البيتزا. هي المشكله في فكره البيتزا دلوقتي